واحدة دايما عاوزة كل حاجة مثالية، بيتها، شغلها، شكلها، أولادها. ولو حاجة مش مظبوطة بتحس إن الدنيا وقعت وعايشة في ضغط رهيب. تحت المية ممكن تكون بتحاول تثبت إنها كويسة وتستحق الحب. واحدة بتخاف من أي خلاف، لو حد زعل منها بتروح وراه بسرعة حتى لو هي الصح. بتعتذر كتير. تحت المية ممكن تكون الطفلة اللي جواها عايشة في خوف من الهجر. ودلوقتي عاوزة أعلمك تمرين جميل. ممكن تجيب ورقة وقلم، هنحدد سلوك بنكرره وبننزعج منه. اسأل نفسك، أول مرة حسيت بالإحساس ده كان إمتى؟ مش أول مرة تعمل السلوك ده، لأ، أول مرة حسيت الإحساس ده بالظبط. افتكر الموقف بالتفصيل. كنت فين؟ عمرك كان كام سنة؟ مين كان معي؟ خليك صديق نفسك مش ناقد لنفسك. قول لنفسك أنا بكرر النمط ده عشان كنت بحاول أحمي نفسي، وشكرا للنمط ده على فترة خدمته ليا، بس دلوقتي أنا قادر أحمي نفسي بشكل أحسن. أكيد في موقف حصل معاكوا من قريب أو من زمان وقفتوا فيه نفسكوا وسألتوها أنا ليه عملت كده؟ أنا ليه انفعلت كده على حاجة تافهة؟ أنا ليه بكرر نفس الغلط رغم إني عارفة إنه غلط؟